اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آية من يوميات آية، ودي قناتي. الأول مرة تشوفوني يا حبايبي ما تنسونوش في لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد فضلا وليس أمرا. معايا زي ما انتوا شايفين كده الفطير المشلتت الصعيدي مش الفلاح، ده الفطير المشلتت الصعيدي. وزي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، حاجة مورقة وحاجة ورقة وورقة. بصراحة أحسن من أي فطير ممكن تجربيه في حياتك. هتجربيه بالوصفة دي. هنحط كام تكاية كده في العجينة وهي اللي هتدينا القوام والجمال ده. وهوريهولكم هو كمان في الفرن منظره طبعا. هتحكموا بنفسكم. معايا هنا معلقة من الكيك شيف، معلقة من الملح، معايا معلقتين قشطة كده بلدي، ومعايا كوباية مية، ومعايا 3 كوبايات دقيق، وهحتاج نص كوباية مية كمان. واحنا هنعمل فطيرتين كده على قدنا. عايزة تضاعفي الكمية براحتك، مفيش اي مشكلة. نزلت بالمية ونزلت بمعلقتين القشطة هنزل ب3 كوبايات دقيق بالتدريج كده. وبعد كده هنزل بمعلقة البيكنج باودر ومعلقة الملح. وهفضل اعجن في العجينة دي يجي نص ساعة كده لحد العجينة ما تتماسك كده وتربي عرق معايا وتبقى زي بالقوام اللي انا محتاجاه. هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو وهتحكموا وهتقولوا لي ايه رأيكم كده، وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم، وابعتوا لي تطبيقاتكم كده وقولوا لي ايه رأيكم. وبعد كده يا حبايبي هنزل بالمية بالتدريج وافضل اعجن. طبعا دي عشان عجينة فطير عايزينها عجينة متماسكة، وعجينة كده يعني من طرية بس ما بتلزقش، متماسكة حلوة يعني ما بتلزقش. هتشوفوها كده. شايفين ايدي بصراحة نظيفة، هتطلع من العجينة نظيفة كأنه ما عجنتش ولا اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده هفضل اخد ودي في العجينة لحد ما تبقى عجينة متماسكة كده وماسكة نفسها. وده يا حبايب قلبي الفطير الصعيدي مش الفلاحي ولا اي فطير بصراحة. ده حاجة فاخر من الاخر زي ما بيقولوا كده. وزي ما انتوا شايفين كده انا عجنتها. شايفين ايدي بقول لكم نظيفة، هي طالعة نظيفة من العجينة وزي الفل. خلاص كده تمام. وبعد كده هجيب صينية وهحط فيها حبة زيت كده عشان ما يلزقش فيها العجين. هقرص العجين ده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، زي ما انت تحبي. عايزة الفطيرة صغيرة كبيرة زي ما انت تحبي بقى. مش هقدر اقولك حاجة، براحتك اللي يريحك في مطبخك. انت مالكة في مطبخك. اهم حاجة الرك بس على العجينة والفرد. وبعد كده هقرص العجين ده زي ما انتوا شايفين كده في الصينية. والعجينة ده يا حبايبي هسيبه 3 ساعات يرتاح. بصراحة انا حطيته في التلاجة وسبته على بال ما خلصت اللي ورايا. كانت العجينة ارتاحت حلوة قوي. طبعا احنا مش هنخاف عليها، ما فيهاش خميرة ولا عايزينها تخمر ولا اي حاجة، احنا عايزينها ترتاح بس. وبعد كده بعد ما ارتاحت 3 ساعات جبت صينية كده دهنتها دهنة زبدة خفيفة. ومعايا هنا زبدة على سمنة على زيت. براحتكم انتوا عايزين تحطوا زيت على سمنة، وعايزين تحطوا سمنة على زيت، زبدة على زيت، براحتكم. بس هي بصراحة الخلطة دي جبارة يعني. بصراحة دي التكاية التانية اللي كنت التالتة كمان، عشان احنا حطينا القشطة وحطينا الكيك شيف، معلقة كيك شيف، ودينا ضفنا الزبدة المرة دي. وهتشوفوا كده وهفضل افرد لحد ما اوصل القوام اللي انا عايزاه. شايفين العجينه بتفرد معايا ازاي بسهوله، ما تعبتنيش خالص والله العظيم، بسهوله كاني بفرد في ورقه مش في عجينه. وافضل افرد كده لحد شايفين العجينه متماسكه ازاي وماسكه نفسها. لو اتقطعت منك اي عجينه مفيش اي مشكله، مش هتعمل اي حاجه. اهم حاجه بس العجينه اللي تبقى اول طبقه دي بتبقى كبيره كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقية الطبقات بتبقى وسط. وهفضل افرد كده زي ما انتوا عايزين. ولو وصلتوا يا حبايبي لحد هنا ما تنسونوش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وفضلا وليس امرا يا رب. بس كده هفضل افرد يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، وهو كذلك لحد ما اخلص. انا عملت فطرتين حلوين، واحدة 8 قطع وواحدة 7 كده حلوين قوي. عايزين تضاعفوا لحد 20 ورقة براحتكم، لحد 20 حتة براحتكم على حسب ما انتوا عايزين حجم الفطيرة. انا ما بحبهاش يعني فيها ورق كتير كده، بحب اخرها معايا 10. فانا عملت دي ب8 كده او 9 مش فاكرة بصراحة. بس يعني ايه طلعت زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو.
ممكن تاكليها مع جبنة قديمة كده مالحة، ممكن تاكليها مع عسل أبيض، مع عسل أسود، اللي يريحك. ممكن يعني أنا بصراحة بحبها كده بالجبنة المالحة ومعاها كوباية شاي، بتبقى حاجة بصراحة حاجة خرافية. وهفضل افرد، وهو كذلك كده انا خلصت الاتنين اللي معايا، وهلمها كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبها يجي 10 دقايق كده على بال ما اعمل التانية. ودين ابتديت في التانية وزي ما انتوا شايفين. وكوبين ورقة ورقة برضو هحط حبة من الخليط اللي انا عاملاه، الزبدة على زيت على سمنة، ده زي ما انتوا شايفين. ممكن تضاعفوا الكمية براحتكم، انا بصراحة عملت على قد كده. بحب الحاجة طازة، يعني مبحبش اركن في التلاجة وكده، الحاجات دي بحب اكلها طازة وكده. وبعد كده بعد ما ارتاحت هفضل افرد لحد ما املى بيها الصينية. ما هي كده ارتاحت، شايفين الفقاعات اللي فيها، معناتها ان عجينتك ناجحة 100%، وهتطلع مورقة 100%. هوريها لكم في الفرن والله، كمان هتشوفوا حاجة ما شاء الله نفخت في الفرن. ده سر اللي هي الزبدة، وسر المعلقة اللي احنا حطيناها كيك شيف دي. ممكن تحطي معلقة بيكنج باودر براحتك. بس الصراحة الكيك شيف ده يعني انا مجرباه، بستعمله على طول في الفطير وكده. اما دول تكايتين جداد بقى، ما حصري بصراحة. وبعد كده هفضل افرد دي الفطيرة التانية، وانا مسخنة الفرن طبعا. بقول لكم دي الفطيرة التانية، وهتشوفوها دلوقتي. والله انا قلت اوريها لهم في الفرن بقى عشان يشوفوا كل حاجة معايا وكده، ما بخلش على حبايبي. وبعد كده هحطهم في الفرن يا حبايبي، شايفين. وكنت بعملهم بالليل والله، حبيت اوريكم. شايفين المنظر، مورقة قبل ما تستوي ما شاء الله، وشايف نفخت ازاي في الفرن. بسم الله ما شاء الله، بصراحة حاجة خرافية ما شاء الله. هي بتتكلم عن نفسها يعني. ولا طردت سمنتها بقى، ولا السمنة زي ما بنشوفوها في الصينية كده. بنصفي السمنة منها والكلام ده. لا لا لا، هي ال الكيك شيف والزبدة بتمتص طبعا العجينة وكده، بتشرب العجينة يعني بتاعتها وكده. رقع العجينة يا حبايبي، شايفين. وحطيت كده معلقتين قشطة من فوق انا وبفردها انا، ما اكيد انتوا خدتوا بالكم. واللون ده طبعا معلقتين القشطة. هي لسه منتفخة معايا وسخنة ومش عايزة تبرد. بصراحة والله حاجة خرافية زي ما انتوا شايفين كده. انا يعني بحاول اقطع لكم كده عشان تشوفوها. هي مش راضية تبرد خالص معايا، كانت لسه سخنة والله. بصورها لكم وهي سخنة، وزي ما شفتوها كده يا حبايبي. وكده وصلنا لكنا نهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.